السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. امبارح كان في مباريات مهمة جدا. هنتكلم عن مباراتين. المباراة الأولى هي مباراة نادي ريال مدريد ونادي أوساسونا، والمباراة الأخرى ما بين نادي البنك الأهلي ونادي الزمالك. المباراة الأولى نادي ريال مدريد ونادي أوساسونا. المباراة دي في الجولة التاسعة من الليجا الأسبانية. المباراة أقيمت على استاد سانتياغو برنابيو. وانتهت المباراة بفوز كبير لنادي ريال مدريد على نادي أوساسونا بنتيجة 4-0. نادي ريال مدريد لعب بطريقة 4-2-3-1. ابتدى بتشكيل مكون من كيبا في حراسة المرمى، خط الظهر داني كارباخال ناحية اليمين، اتنين في القلب تشاوميني وروديجر، وناحية الشمال عندنا مندي. اتنين امامهم فالفيردي وكامافينجا، وتلاتة في الوسط الهجومي مودريتش وبيلينجهام وخوسيليو ماتيو، و رأس الحربة الصريح فينيسيوس جونيور. ابتدى نادي ريال مدريد المباراة بضغط كبير جدا حتى جاءت الدقيقة التاسعة، وجاء معها الهدف الأول لنادي ريال مدريد. الكرة جت، كانت كرة من ناحية اليمين لمودريتش، اللي يمررها كده داخل منطقة الجزاء ناحية اليمين ل داني كارفاخال، اللي ظهره كان للحارس او للمرمى، يلعبها لمسة واحدة للقادم من الخلف للامام بلينجهام، اللي يلم كده مدافع ويشوط قنبله بشماله على شمال الحارس او في منتصف المرمى بس ناحيه الشمال على شمال الحارس، محرزا الهدف الاول لنادي ريال مدريد. بعدها يمكن ابتدى نادي اوساسونا ابتدى يضغط، و ولكن دون جدوى. وينتهي الشوط الاول بنتيجه تقدم نادي ريال مدريد على نادي اوساسونا بهدف للا شيء. الشوط الثاني ابتدى نادي ريال مدريد يهاجم بشراسة في أول 10 دقايق، ونجح إنه يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 54. كورة كده كانت من ناحية الشمال لبيلينجهام، عمل 1-2 مع فالفيردي اللي يدخل منطقة جزاء ويشوط أرضية زاحفة ما بين قدمي الحارس، محرزا الهدف الثاني لنادي ريال مدريد، ليتقدم نادي ريال مدريد على نادي اوساسونا بنتيجة 2-0. بعدها برضو ابتدى بقى نادي اوساسونا بيضغط جامد جدا، وقدر ان نادي ريال مدريد يستغل الضغط لنادي برشلونة، نادي اوساسونا لصالحه. فابتدى يلعب على الهجمات المرتده، ودي سلاح طبعا قوي جدا، وخصوصا ان انا كسبان 2-0، فدي بتديني اولويه او بتديني قوه ان انا اقدر ان انا العب عليها، لانها بتفضي مساحات في خط ظهر المنافس. ففي الدقيقة 69 الهدف الثالث عن طريق فينيسيوس جونيور. كورة كانت في نص الملعب لفالفيردي، يلعبها ثرو باس ل فينيسيوس جونيور، اللي ينفرد بالحارس تماما، يطلع عليه الحارس يرقصه كده، ياخده على يمينه كده 7 ويحطها في المرمى الخالي، محرزا الهدف الثالث لنادي ريال مدريد
يتقدم نادي ريال مدريد على نادي اوساسونا بعد 69 دقيقة بنتيجة 3-0. ثم بعدها يمكن بدقيقتين قدر نادي ريال مدريد انه يحرز الهدف الرابع. يمكن كورة وصلت لفينيسيوس جونيور على حدود منطقة الجزاء، اضغط عليه من 2 مدافعين من نادي اوساسونا، ولكن كان متقدم من الخلف للامام خوسيليو ماتو اللي ياخدها و ينفرد كده بالحارس ناحية اليمين، ويحطها على يمين الحارس محرزا الهدف الرابع لنادي ريال مدريد، لتنتهي المباراة بفوز كبير جدا لنادي ريال مدريد على نادي اوساسونا بنتيجة 4-0. طبعا عايزين نقول حامل الاختام في هذه المباراة هو فالفيردي، هو المتسبب في الهدف الثاني والثالث والرابع. بهذه النتيجة كده يصبح ترتيب الدوري الاسباني هو نادي ريال مدريد في المركز الاول برصيد 24 نقطة من 9 مباريات، يليه نادي جيرونا 22 نقطة من 9 مباريات، يليه نادي برشلونة 20 نقطة من 8 مباريات، يليه نادي اتلتيكو بلباو 17 نقطة من 9 مباريات، يليه نادي اتلتيكو مدريد 16 نقطة من 7 مباريات. نتنقل الى المباراة الاخرى اللي عاوزين نتكلم عنها النهاردة، وهي مباراة نادي الزمالك ونادي البنك الاهلي. المباراة دي في الاسبوع الثالث من الدوري الممتاز المصري. مباراة اقيمت على استاد القاهرة. طبعا يعتبر نادي البنك الاهلي هو صاحب الارض. ابتدى نادي الزمالك بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، خط الظهر لعب ب 3 محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمود علاء. امامهم 4 في نص الملعب، ابراهيم انداي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا واحمد فتوح. لعب ب 3 في الخط الامامي، ناحيه اليمين احمد سيد زيزو، وناحيه الشمال مصطفى شلبي، ورأس الحربة الصريح سيف الجزيري. اما النادي بنك الاهلي فلعب بتشكيل مكون من محمد ابو جبل في حراسة المرمى، 4 في خط الظهر، اسحاق يعقوبو وايمن اشرف وسعيد سمبوري ومحمد بسيون. امامهم 3 في نص الملعب، محمد فتحي واحمد الندري واحمد مدبولي. ولعب ب3 في الهجوم، ناحيه اليمين كريم بامبو وناحيه الشمال اسامه فيصل، ورأس الحربة الصريح محمود قاعو. طبعا نادي الزمالك ابتدى المباراة بضغط كبير جدا، ولكن دون جدوى، واضاع كثير من الكور، ويمكن محمد ابو جبل شال اكتر من كوره، ونادي الزمالك فعلا ابتدى يلعب كوره جيده جدا، بيلعب كوره رجل من رجل على الارض، وواضح ان في تدريب كويس من مستر اوسوريو للاعبين، لان محفظهم جمل ومثلثات وفي الملعب، فدي طبعا واضحه جدا من اداء نادي الزمالك. ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ففي الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضايع من الشوط الأول، كرة اتعملت لكريم بامبو اللي ينفرد بمحمد عواد، يرقصوا كده، يطلع له محمد عواد خارج منطقة الجزاء، يرقصوا كريم بامبو ويعرقلوا محمد عواد، والحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد عواد
ليطرد محمد عواد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع من الشوط الأول. يمكن حكم الفار استدعى الحكم بعد هذا القرار، ولكن الحكم تأكد وأكد على القرار إن محمد عواد عرقل كريم بامبو ويستحق الطرد. طبعا الكابتن محمد معروف هو كان حكم المباراة. في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضايع من الشوط الأول، يعني هي كانت من الفاول اللي هو الفاول اللي اتعمل من محمد عواد دوت. كورة من أحمد مدبولي عمل إنه هيشوط، عملها لكريم بامبو داخل منطقة الجزاء اللي يطلقها على شمال محمد صبحي اللي نزل بديلا لسيف الجزيري نتيجة طرد محمد عواد، يحطها على شمال محمد صبحي محرزا الهدف الأول لنادي بنك الأهلي، ليتقدم نادي بنك الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة 1-0. في الشوط الثاني كلام تاني، على الرغم من النقص العددي من نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك نزل وضاغط وقدر انه يحرز هدف في الدقيقة 54. كانت كرة من ناحية اليمين لمصطفى الزناري، لعبها على حدود منطقة الجزاء ل احمد سيد زيزو اللي يشوطها من مرة واحدة على شمال ابو جبل محرزا هدف التعادل لنادي الزمالك. يمكن نادي الزمالك اجرى تغييره مهمه جدا في الدقيقه 67 بنزول شيكابالا وخروج ابراهيم انداي، ومن هنا بقى ابتدى ينشط الحاله الهجوميه. في الدقيقه 78 حمزه مسلوسي اطلق قذيفه من ناحيه اليمين في اتجاه مرمى عواد، تضرب في القائم وترد، وكانت هدف مؤكد تاني لنادي الزمالك. حتى جاءت الدقيقة 90 وجاء معها الهدف الثاني عن طريق شيكابالا، ماركة شيكابالا، ولكن المرة دي هدف صاروخي من 35 ياردة من خارج منطقة الجزاء، فاجئ بها الجميع شيكابالا وأحرز هدف عالمي ليفوز نادي الزمالك على نادي البنك الأهلي بنتيجة 2-1. طبعا كده نادي الزمالك يرتفع رصيده الى 5 نقط في المركز الخامس من 3 مباريات، ويتوقف البنك الاهلي عند مركز ال 18 بلا نقاط، يعني اخر في مؤخرة الجدول من 3 مباريات. النهارده ان شاء الله في مباراة مهمة جدا عندنا في الدوري المصري. عندنا النادي الاهلي مع النادي الاسماعيلي في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة. عندنا مباراة بيراميدز وانبي في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة. عندنا مباراتين مهمتين في الدوري الانجليزي، الارسنال مع المان سيتي، طبعا مباراة طبعا قمة طبعا، لان الفرقتين بينافسوا بعض من الموسم الماضي على الدوري الممتاز بريمير ليج. وعندنا المباراه دي في تمام الساعه 6:30 بتوقيت القاهره. عندنا برايتون مع ليفربول في تمام الساعه 4 بتوقيت القاهره. عندنا مباراتين في الدوري الاسباني، اتلتيكو مدريد مع ريال سويسيداد في تمام 5:15 بتوقيت القاهره. وعندنا مباراه غرناطه وبرشلونه في تمام الساعه 10 بتوقيت القاهره. وعندنا اخر مباراه هي مباراه بايرن ميونخ مع فرايبورغ في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة. المباراة دي طبعا في الدوري الألماني. دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة. نلقاكم في حلقة قادمة من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.